انزلوا انتوا الاتنين هاتوا طلبات البيت، وبدل ما تبقى الخناقه فوق في الشقه تبقى تحت في الشارع قدام عامه الشعب. بطلوا خناق على مصروف البيت. الرجاله اللي بتشتري طلبات البيت وماسكه المصروف ومش راضي يديه لمراته علشان بيقول عليها مسرفه، على فكره انتوا بتوفروش وفاكرين نفسكم بتوفروا، لانه بيشتري اللي بيطلب منه وبس. وان سالته يا عيني منين يقول لها مالكيش دعوه، تساله تقول له بكام يقول لها مالكيش فيه. ردي عليه قولوا له يا عم والله ريحت اهو ما تشيلنيش الهم. ودي بقى حاجه حلوه قوي اليومين دول انك تسيبيه هو اللي يمسك مصروف البيت. علشان ايه يا بنات؟ خناقات مصروف البيت الشهيره. هو بقى هتلاقيه جاي يقول لك الفلوس خلصت بدري ليه؟ الفلوس اتصرفت في ايه؟ تعالي بقى قولي لي كده انت صرفتي ايه وحاسبيني. ده انت مسرفه وايدك مخرومه ومش بتعرفي تلميها. هنا بقى من مسكته للمصروف انت الكسبانه. جاب كتير او قليل هو حر، جاب غالي براحته. لو وفر هيبقى وفر لنفسه والبيته والعيال، لو ما وفرش بيبقى مبسوط وما بيعملوش مشاكل. فسيبوا الرجاله تمسك المصروف شويه وما تتخانقيش عليه. بس عاوزه اقول لك حاجه علشان ما نظلمش الرجاله برضو، لازم نعترف يا بنات ان في رجاله اقليه شاطره في مصروف البيت حقيقي، وفي ستات خيبتها ومش بتعرف يبقى تقعد وتسكت. هقول لك بقى في الوقت ده اعترفي ان انت ما بتعرفيش تمسكي مصروف البيت وسيبيه هو يخطط ويدبر ويوفر. قولي لي بقى مين فيكم ماسك مصروف البيت، انت ولا جوزك؟ ولو جوزك اللي ماسكه اعملي له منشن.